إذن كما قلنا متابعينا الكرام، إبراهيم مازا يفجر مواقع التواصل الاجتماعي. بما انه كلمة ان شاء الله اغاظتهم ان شاء وكانت الله. سببا في الهجوم على الاسلام هذا وعلى ابراهيم مازا وعلى المنتخب الجزائري، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انتصار المنتخب الجزائري على المنتخب الارجنتيني، وباذن الله عز وجل سيكون رد ابراهيم مازا في الملعب، وباذن الله عز وجل مربوحة لصالح اخواننا واهلنا في الجزائر. تصريح اللاعب الجزائري ابراهيم مازا يا جماعه صاير ترند بشكل كبير جدا في الارجنتين. اللاعب قال ان احنا لا نخاف من الارجنتين، اوكي نحترم الارجنتين لكن لا نخاف منهم ونرغب في اننا نهزمهم، هذا هو الهدف، اننا نهزم الارجنتين في كاس العالم. ابراهيم مازا تكلم ان منتخب الارجنتين دائما يروح لجهه الاستفزاز داخل ارضيه الملعب طبعا، فقال احنا لازم نتحلى بالهدوء ونعرف كيف نسيطر على المباراه ونروح نفوز عليهم وهم لا يخيفوننا. التصريح الجريء جدا هذا تناقلته وسائل الاعلام الارجنتينيه بشكل كبير جدا، زي ما انتم شايفين الكل يتكلم على كيف انهم عندهم هذه الجرأة في انهم يتكلمون بهذا الشكل امام بطل العالم. طبعا الاعلام الارجنتيني يتكلم بطريقه احترافيه، لكن الكثير من الجماهير كان يتكلم بشكل سلبي صراحه وسيء جدا، ودخل في امور اكبر من كره القدم، يعني امور حرفيا ما لها علاقه بالكره وما تجاوزوها تماما. دخلوا في ديانة، في أشياء عميقة جدا، تعليقات كثيرة يعني مش واحد ولا اثنين سلبية جدا. كلهم كانوا يتوعدون أنهم يبغون يشوفون دموع هذا اللاعب اللي هو إبراهيم مازا في مباراة الأرجنتين والجزائر، سنركلهم خارج البطولة. تخيل الكثير منهم من الأرجنتينيين قاعد يقولون كذا، سنركلهم خارج البطولة. المباراة هذه يا جماعة ولعت من بدايتها، الجزائر والأرجنتين الجميع يتحدث عن هذه الكلمة ليست لأنها كلمة عادية، بل لأنها كلام الله. إن شاء الله هذه الكلمة كانت كفيلة بتفجير الأرجنتينيين. ما كناش على بالنا باللي هذه الكلمة هذه وحدها قادرة أنها تربك دفاعات الأرجنتينيين. المباراة القادمة بين الجزائر والأرجنتين لن تكون مباراة بين فريق كرة قدم وآخر. المباراة القادمة ستكون حربا مباشرة بين الإسلام وهؤلاء الطغاة. نسموهم الطغاة لأنه هذا الكلام الوحيد وهذا الوصف الوحيد الذي يصف هذا الحقد الدفين بينهم وبين هؤلاء. قلناها مرارا وتكرارا متابعينا الكرام، أنه من هذا الأمور اللي راهي تحدث وهذا التصريحات التي أطلقها الإعلام الأرجنتيني والصحافة الأرجنتينية تصريحات عنصرية، قلناها يجب أن نقول كلنا إبراهيم مازا. تتواصل حملة التكالب على إبراهيم من الجماهير الأرجنتينية، وصلت لحد الشتم. حساب إبراهيم مازا على انستغرام يتعرض لهجوم من طرف الأرجنتينيين بعد تصريحات نجم الخضر ورغبته في الإطاحة بزملاء ليو ميسي إن شاء الله. تسمى كلمة إن شاء الله دربكتكم بهذه الطريقة. كلمة إن شاء الله خلاتكم تهيجوا كي الكلاب كيما هاك. سنفوز على الأرجنتين وسنفوز على ميسي بإذن الله تعالى. ودائما كنت نقول، وقبل أن أفقه تفاصيل كرة القدم من اللي كنت أنا أقول وكنت أشعر بنفور فطري غير مبرر كلما شاهدت منتخب الأرجنتين ولا حتى ميسي. اليوم وأنا أتابع ردود أفعال جماهيرهم على تصريح لاعبنا مازا، تأكدت أن ذلك الإحساس الطفولي كان حقيقة ملموسة. نحن أمام عقلية كروية مبنية على الغرور والتعالي العنصري. هذا التطاول المرفوض وهذا السقوط الأخلاقي لم تتوقف الجماهير الأرجنتينية عند حدود السخرية الرياضية من ثقة مازا، بل شنت هجوما عنصريا حاقدا تجاوز الخطوط الحمراء، وصل بهم الجهل والتلوث الفكري إلى السخرية من معتقداتنا وعقيدتنا الإسلامية، مستنكرين قوله إن شاء الله ومرددين عبارة يندري لها الجبين في تأليم اللاعبين. أستغفر الله العظيم. بلك رامي يقولوا لكم لو كان تجيبوا، استغفر الله يا ربي، رامي يقولوا لو كان تجيبوا الله ما يلعب معاكم ما تربحوناش. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هم عنصريون حقا؟ ما يحدث اليوم ليس حالة معزولة، بل هو الوجه الحقيقي لثقافة كروية أرجنتينية تعاني من العنصرية الهيكلية والجهل المركب بالآخر،
وهم يعيشون في فقاعة تجعلهم يعتقدون أنهم فوق الجميع، ويخلطون بغباء بين الحرب النفسية وبين قلة الأدب والعنصرية اللفظية التي يرفضها العالم بأسره. رسالتنا لمحاربي الصحراء: هذا التطاول يجب أن يكون أكبر حافز لرجال فلاديمير بيتكوفيتش فوق أرضية الميدان. نتمسك بيقيننا وعقيدتنا، ونقول مجددا وبأعلى صوت: سندخل اللقاء بإذن الله الافتتاحي لتشريف الراية الوطنية، وبإذن الله وعزيمتنا سنصنع المفاجأة ونخرس هذه الأفواه المتكبرة. الرد الحقيقي على جهلهم لن يكون في مواقع التواصل الاجتماعي، بل سيكون بالهدوء وببرودة الدم والنجاعة التكتيكية التي ستحول غطرستهم إلى دموع فوق المستطيل الأخضر. الكارثة أنهم يصفون إبراهيم مازا بأنهم إرهاب، وأنا أؤكد بأنه راح تصير لهم كما الألمان في 82، لأنه 82 ما تشفوش إذا 82 مدرب الألماني طبعا قال لهم راح نسجل 7 أهداف ونهديهم للزوجة، ومن بعد واحد قال لهم أنا راح نهدي هدف تاعي للكلبة تاعي، واحد قال لهم أنا راح نهدي الهدف تاعي للقط تاعي، ومن بعد فينالمو خرجوا خاسرين. بإذن الله نربحوهم، بإذن الله بقدرة الله سبحانه وتعالى اللي استهزوا بنا نربحوهم. ومهما بلغ منافسك من الاحتراف وما تطيحش بروحك، وما خلي كرامتك عالية وشجع بلادك في كل حالة، ونحي الذل. الأرجنتين شكون سامع بها؟ كون ماشي لاعب واحد دار شوية هذا ما كان. عندنا لاعبين يلعبوا في المستوى العالي نقدروا نفوزوا عليهم بإذن الله، وبإذن الله القادر على كل شيء نربحوهم. احنا مسلمين. المهم، هناك بعض من علق على تصريح مازا هم جزء من الأرجنتينيين أو غيرهم، مثل ما علق بعض من جماهير طبعا المنتخب الأردني. في كل بلد هناك طبعا مستويات مختلفة تكون المجتمع والمواطنين والشعب عموما. يعني احنا ما راناش نعمموا ومشي نظرية فوقية بأننا الأفضل من الآخر. أنا ما رانيش نقول هدية، على بالي باللي لازم التفكير، لازم نرتقي بالتفكير التانا باش نوصلوا إلى الأحسن. الأرجنتين وفرنسا طبعا رانا نتكلموا، وإسبانيا اليوم أكثر الدول عالمية لصناعة المواهب الكروية. الجزائر تنافسهم في صناعة المواهب الكروية. احنا رانا نقول لكم نرفعوا هاشتاج شجع منتخبك. دعونا من الدراما الزائدة. كم من أحد يشجع الأرجنتين في الجزائر؟ ألا ترونهم؟ هذه حقيقتهم. الجزائري معروف عالميا بالإرادة والعزيمة الفولاذية، وكي تستفزه يردها لك، وكي تستفزه يردها لك مباشرة في وجهك. وإن شاء الله وبإذن الله كل الشعب الجزائري راح يكون وراء المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله، وبإذن الله على كل شيء قدير. بإذن الله سوف نكسب. أعداء الإسلام اليوم يستهزئون بالإسلام. إذا كانت هذه الغيرة على الدين في سبيل الله، أما إذا كان من أجل الكرة فقط فهي غيرة غير محمودة. ولا تنسى نحن في مجتمعاتنا سب الله منتشر على أتفه سبب. لا تستغرب من هؤلاء الكفار والكفرة، لكن الجد المنفوخ هذايا اللي بسبته تم سب الإسلام والمسلمين هذا غير مقبول. الأرجنتينيين معروفين بعدائهم وكرههم للإسلام والمسلمين، عكس البرازيل والدول اللاتينية. معروفين، هم معروفين. وكم من الجالية الأرجنتينية أو حتى الشعب الأرجنتيني المسلم اللي بأسلم يعاني من العنصرية منهم. بإذن الله خوتي، بإذن الله سوف نكسب بإذن الله، وإن شاء الله نربحوهم خوتي العزاز. بارطاجيو الفيديو إلا راكم تدعموا خوكم ابن بلدكم إبراهيم مازا. إلا راكم تحبوا مازا وراكم تدعموا وليد بلادكم، بارطاجيو خوتي الفيديو هذايا على الأقل باش يوصل، لأنه حتى في اليوتيوب راه يترجم إلى جميع اللغات، حتى الأرجنتينيين يقدروا يترجموهم. احنا مسلمين ونعتز ونفتخر بالإسلام، نعتز ونفتخر بالإسلام. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله سوف نكسب هذه المقابلة إن شاء الله. واللي استهزوا بالدين الإسلامي وسبوا الإسلام بإذن الله سوف نرد عليكم في الملعب، وسوف نهزمكم شر هزيمة بإذن الله. بإذن الله الانتصار للجزائر والجزائريين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي موند، نربح ميسي ان شاء الله. تخيل الصحف تكتب عنك انك ارهابي فقط لمجرد انك قلت ان شاء الله.
هذا بالضبط اللي صار مع مازا لاعب المنتخب الجزائري، اللي فقط قال إن شاء الله سنفوز على منتخب الأرجنتين. تخيلوا آلاف الحسابات الأرجنتينية دخلت عليه وبدأوا يهاجمونه، وحتى خلوا الموضوع أبعد من كرة القدم. الهجوم تحول فورا لسب علني للإسلام والمسلمين، وكل هذا بسبة كلمة إن شاء الله، مع أن هذه كلمة عادية كل مسلم ممكن يقولها في يومه عشرات المرات. وحتى كانوا يستهزئون ويقولون مستحيل أن الجزائر تفوز على الأرجنتين في كأس العالم. الله يرحم، نسينا يوم السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم النسخة الماضية، وإن شاء الله الجزائر راح تسويها هالمرة.